الجمعة العظيمة هي أهم يوم في السنة كلها، وده لأن هو اليوم اللي اتصلب فيه إلهنا. وعلشان كده في الجمعة العظيمة كل الصلوات في الكنيسة بتكون في منتهى الحزن، بيبتدي الشعب كله يقول اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. ودي كانت الجملة اللي قالها ديماس الحرام اللي كان مصلوب على يمين السيد المسيح وآمن بيه وسرق الملكوت. كمان الألحان بتكون في منتهى الجمال، واللي بتخلينا كأننا واقفين وشايفين كل حاجة بتحصل مع السيد المسيح وهو بيتصلب. ويوم الجمعة العظيمة وتحديدا في الساعة 6 من يوم الجمعة العظيمة، وأول ما الشماس بيقول وكانت ظلمة على الأرض، ساعتها الكنيسة كلها بتطفي النور، وبيفضل أي نور مطفي في الكنيسة لحد ما تخلص الساعة 9. وأثناء الوقت ده كل الصلوات بتكون في منتهى الحزن على إلهنا، وإنه بسببنا كل ده حصل. كمان بيكون كل القراءات بتتكلم عن الآلام اللي شافها إلهنا زي مراسي أرمية، واللي هيكون النهارده موجود على قناتنا. وبعدها بيبتدي الشعب كله يسجد 400 مرة، كل 100 سجدة بتكون في اتجاه مختلف. وأثناء المطانيات دي بنصلي